قبل ما نبدأ فيلم النهاردة يا ريت ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنا اشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعة النهاردة. بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه كارل، واللي بيبقى راكب عربية لونها اسود وواقف قدام بار، وبيبقى مستني بنت اسمها ديفن، فبتيجي وبتركب معاه على طول، وبيبان انهم عارفين بعض. بعد كده بيروحوا مع بعض البيت كارل، وبتدخل ديفن البيت وبتلاقي كتب كتير جدا، فبتحاول انها تسلي وقتها على ما كارل يخلص اللي في ايده، وبتلاقي كتب كتير جدا بتتكلم عن الطب، فبتتفاجئ ان كارل عنده كل الكتب دي برغم انه مش في طب. في نفس الوقت بيكون كارل واقف قدام الدفاية وبيحط فيها سيخ حديد وبيسخنه، وبيستنى ديفن وهي خارجة من الأوضة، وبيضربها بالسيخ في بطنها وبيعلقها على الحيطة بالسيخ اللي ضربوا بيها. بعدين بيروح يتفرج على التلفزيون، وبيلاقي الشرطة بتدور على القاتل اللي بيخطف البنات، والشرطة بتبقى شاكة في واحد ممرض اسمه داريل، لكنهم دوروا وراه ومعرفوش يمسكوا عليه حاجة، وبيطلع كارل هو القاتل اللي الشرطة كلها بتدور عليه. بعد كده بنروح لمايك وكليسي، الاتنين ظباط اللي بيحققوا في قضية خطف البنات، وهم اللي بيبقوا مسؤولين عن القضية دي، لكنهم ما بيبقوش عارفين يوصلوا لأي معلومة في قضية القاتل ده. وبيخلصوا يومهم، وبياخد مايك زميلته كليسي للبيت بتاعه، وبيعرفها على مراته شيل وبنته أبي. وبيشوف مايك بنته أبي عاوزة تخرج عشان تقابل صديقها تيد، لكن مامتها ما بتبقاش موافقة وبترفض انها تخرج، فبتتضايق أبي وبتدخل أوضتها وهي زعلانة ومتعصبة، وبيروح لها مايك باباها وبيحاول انه يهديها، وبيقول لها ان مامتها خايفة عليها علشان كده بتمنعها. وبعد ما بتهدى بياخدها علشان تتعشى، وبيبقى معاه ابنه جيد. بعد كده بنروح لكارل اللي بيبقى بيقطع في جثة ديفن وبيحطها في التلاجة، وبنشوفه وهو نازل لسرداب في البيت واخد معاه أكل، ولما بينزل بيسيب الأكل وبيطلع يقفل الباب تاني. وبنروح بعدها للمحققة كليسي اللي بتبقى عايشة في البيت لوحدها، وما بتبقاش متجوزة وما عندهاش أطفال، لكن بيبقى عندها كتب كتير عن تربية الأطفال وطرق التعامل معاهم. وبنرجع بعدها لمايك اللي بيبقى قاعد في أوضته بيدور على أي معلومة توصله للقاتل. في الوقت ده بنته أبي بتدخل تقعد معاه وبتتفرج عليه وهو شغال، وبتشوف صور البنات المخطوفين وهم متعلقين على الحيطة، فبتسأل باباها عنهم، وبيقول لها إن دول صور البنات اللي القاتل خاطفهم، لكنهم مش عارفين يوصلوا لأي واحدة فيهم. وتاني يوم بيبقى في واحد رايح القسم عشان يبلغ عن ديفن، وبيبقى صديقها جون اللي بيقول انها مختفيه من ليله امبارح ولسه ما ظهرتش لحد دلوقتي. وبيبان ان مايك مهتم بكلام جون، لانه بيبقى عاوز يعرف مين اللي خطفها، القاتل اللي بيدوروا عليه ولا حد تاني. لكن كليسي بتحاول تطمنه وبتقوله ان ديفن ممكن تكون ما اتخطفتش، وانها ممكن تكون سهرانه في اي مكان تاني من امبارح، وبتقوله انهم طالما ما لقيوش اي جثه ظهرت يبقى مفيش خطر، وانها ممكن ما تكونش مخطوفه ولازم يهتموا بقضيه تانية اهم من دي. بس مايك ما بيهتمش بكلامها وبيروح يدور عليها بنفسه، وبيروح يراجع الكاميرات اللي في الشارع اللي كانت فيها اخر مره، فبيعرف ان كان معاها واحده صاحبتها، ولما بيبحث عنها بيلاقيها كريستال، وبيلاقي العربيه كان لونها اسود وليها نمر مش ظاهره في الكاميرا. وبنروح بعدها لكارل اللي بيبقى رايح يقابل الممرض داريل اللي كانت الشرطه ماسكاه وبيدوروا وراه، وبنشوف كارل وهو بيدي لداريل ورقه مكتوب فيها ادويه علشان يجيبها له من المستشفى، لكن داريل بيبقى خايف ومش عاوز يكمل معاه في الجرايم اللي بيعملها، فبيفرجوا كارل على فيديو ليه وهو بيقتل بنت، وبيهددوا انه لو ما جابش ليه الادويه هيبلغ عنه الشرطه، فبيخاف داريل وبيوافق انه يجيب له الادويه علشان ما يبلغش عنه. وبنروح لمايك اللي بيبقى بيحقق مع كريستال اللي بتقول له ان اخر مره شافت فيها ديفن وهي بتركب العربيه مع واحد، وبتقول له ان العربيه كان لونها اسود وبتدي له النمر بتاعتها، فبتاخدها منها كليسي علشان تشوف مين صاحب العربيه. بعدها بيبقى داريل في المستشفى وبيحاول انه يسرق الادويه علشان يديها لكارل. وبنرجع لمايك اللي بيبقى قاعد في المكتب بيبحث في القضيه، وبيتصل بمراته شيل وبيقول لها انه مش هيقدر يرجع الليله يتعشى معاهم، وده لانه عنده شغل كتير. لكن شيل مراته بتقول له ان ابي عاوزه تخرج غصب عنها، لكنها منعاها وهي متعصبه جامد وعماله تزعق. في الوقت ده ابي بيكون سامعاها وهي بتتكلم مع باباها، فبتتعصب وبتدخل تتصل بحبيبها تيد، وبتقوله انها هتروح له المطعم اللي هو شغال فيه وهو لازم يستناها. وبيبقى مايك وكليسي بيبحثوا عن نمرة العربية اللي اديتها لهم كريستال، وبيكتشفوا ان في 89 عربية لونهم اسود مسروقين قريب، فراحوا للمدير بتاعهم وقالوا له ان في 89 مجرم سرقوا عربيات لونها اسود. وهنا
وهنا البحث بتاعهم بيبدأ يصعب اكتر، لانهم محتاجين يدوروا على 89 مجرم كلهم ويشوفوا مين فيهم المجرم اللي بيدوروا عليه. بعد كده بنروح لداريل اللي بيبقى رايح لمطعم علشان يقابل كارل وبيديله الادويه اللي سرقها، ولما داريل بيشوف عربيه كارل جايه قدام المطعم بيخرج عشان يديله الادويه اللي معاه. وقتها بتوصل ابي للمطعم وبتقابل تيد اللي بيقول لها انه لازم يقطع علاقته بيها وما يعرفوش بعض تاني علشان يركز في دراسته. لكن ابي بتتعصب وتتضايق وتخرج بره المطعم تولع سيجاره. في الوقت ده بيشوفها كارل وهي واقفه وبيروح يتكلم معاها وبيعرض عليها تركب معاه العربيه، وبتوافق ابي وبتركب معاه فعلا، وبيلاقي تيد التليفون والجاكيت بتاع ابي فبيخرج علشان يديهولها لكنه ما بيلاقيهاش، وبيشوف العربيه السوداء وهي ماشيه. بعدين بيكون كارل وصل للبيت وبياخد ابي وبيربطها وبيفتش في هدومها وبيلاقي المحفظه بتاعتها وبيشوف جواها صوره ابي مع باباها وبيكتشف انه خطف بنت ظابط. في نفس الوقت بيكون مايك وكيليسي في مهمه وبيبقوا داخلين لبيت واحد من المجرمين اللي سرقوا العربيات وبيحوطوا البيت من كل مكان، ولما بيدخلوا بيلاقوا صاحب البيت مشلول وما بيقدرش يتحرك. فبيخرج مايك علشان يدور على عربيته وبيلاقي العربية بس من غير نمر، وبيعرف ان المجرم سرق النمر بتاعت العربية ونفذ بيها العملية. وبترن شيل على مايك وبتقوله ان ابي خرجت من البيت بقالها مدة ومرجعتش. فبيروح مايك للبيت وبيبقى معاه كيليسي، ولما بيوصلوا للبيت بيعرفوا ان شيل اتصلت على كل صحبات ابي لكنهم قالوا انها ما راحتش عندهم. فعرضت عليهم كيليسي انها تكلم واحد صاحبها صحفي وينشر صورتها علشان يسرعوا في عملية البحث عنها. وبيبقى كارل بيعذب في ابي لسه وبيصورها وبيفضل يكهرب فيها، فبيفتكر اول عمليه خطف ليه لما خطف بنت واقفه على الطريق. وبعدين بيروح يفك نمر العربيه بتاعته وبيرميها مع بقيه النمر اللي استخدمها قبل كده. وبيبقى مايك وكيليسي فاتحين كمبيوتر ابي وبيدوروا على اي رسائل عليه لكنهم ما بيلاقوش اي حاجه تدلهم على مكانها. فبيتعصب مايك جدا لانه مش عارف يطمن على بنته، وبيطلب منه المدير بتاعه انه ياخد اجازه لحد ما يلاقوا بنته ابي لكنه بيرفض. بعدين بيروح تيد لمايك وبيحكي له اللي حصل بينه وبين ابي، وبيقوله ان ابي كانت عنده في المطعم ولما نسيت التليفون والجاكيت بتاعها خرج علشان يديهولها لكنه شافها وهي بتركب عربيه سودا وملحقش يوصل لها. فتعصب عليه مايك لانه انكر ان ابي راحت له قبل كده وفضل يضرب فيه لانه كذب عليهم لما سالوه عنها. وتيد بياخد باله من صوره داريل اللي متعلقه على الحيطه، فقال لمايك ان داريل كان موجود وقت وجود العربيه في المطعم. في نفس الوقت بيبقى كارل لسه رابط ابي وبيبقى لسه بيعذب فيها، وبنشوفه وهو معاه بنتين تانيين، بريتني اللي بيبقى باين عليها انها مجنونه بسبب حبستها في السرداب لمده طويله، والبنت التانيه بتبقى لورين اللي بتبقى حامل ونايمه معظم الوقت. وبنرجع لمايك اللي بيبقى وصل لداريل وبيساله عن اخر مكان راحوا الليله اللي قبلها، وداريل بيقوله انه كان في المستشفى، ولما بيسمعه مايك بيعرف انه بيكذب عليه فبيتعصب عليه وبيفضل يضرب فيه. بعدها طلع صوره بنته ابي ووريها له لكنه انكر انه يعرف عنها اي حاجه، فتعصب عليه اكتر وبدا يضرب فيه من تاني. لكن كيليسي منعته واخدته بره المستشفى، لكن بيبان على مايك انه قرب يتجنن وطلع صوره بنته في الجريده وقال لكيليسي انهم بيقولوا على بنته انها هربت وكانت شغاله في حانه. وبيبقى كارل نازل للسرداب علشان يدي للبنات الادويه اللي جابها من المستشفى، وقتها بنعرف انه بيخطف البنات وبيخليهم يحملوا، والبنت اللي مش بتحمل بيقتلها. فبيحلل لابي وبيلاقيها حامل فبيستغرب لانها لسه صغيره. وبنروح لمايك اللي بيبقى راجع لبيته وبيدور على اي معلومه في الملفات اللي معاه علشان تساعده يوصل لاي حاجه، لكنه ما بيلاقيش حاجه مهمه وبيتعصب وبيكسر في كل حاجه حواليه. بعدين بيروح لاوضه ابي وبيلاقي ليها صور كتير مع تيد، وبيلاقي اختبار حمل فبيعرف ان بنته حامل. فبيرجع تاني للاوضه بتاعته وبيفضل يدور في الملفات اللي معاه على عنوان داريل وبيطلع علشان يروح له. ولما بيروح ما بيلاقيش داريل هناك، فبيدخل يفتش في الشقه على اي حاجه وبيلاقي في ورق كتير مكتوب فيه ادويه اللي بيبقى كارل كاتبها له، وبيحس ان في حد معاه في الشقه. ولما بيسمع صوت بيطلع مسدسه وبيتضير لكنه بيلاقيها كيليسي وجايه علشان تساعده يمكن يقدروا يوصلوا لحاجه. في نفس الوقت بتبقى ابي اخدت على البنات اللي معاها وبيتكلموا مع بعض، وبتقول لها لورين ان كارل خاطفها بقاله 3 سنين وان ده تاني حمل ليها، وكل مره بتولد كارل بياخد ابنها منها. فبتسالها
لها ازاي كارل خطفها، فبتقول لها عن طريق داريل اللي هو وقعها وجابها له، وكمان بتقول لها ان كارل بيجيب البنات علشان يحملوا، والبنت اللي ما بتحملش كارل بيقتلها. وقالت لها كمان ان بريتني لسه ما خلفتش لحد دلوقتي وهي خايفه ان كارل يقتلها. وبيبقى مايك واقف بيراقب بيت داريل علشان يوصل لاي حاجه، وبيفكر في كل الاوراق اللي لقاها في شقته اللي بيبقى معظمها ورق مطعم، فبيفتكر اسم المطعم اللي كان في الورقه وبيتصل بيهم يسالهم لو كان داريل اتصل بيهم قريب علشان يطلب منهم اكل. وبعدها بيروح على المستشفى علشان يقابل الممرضه اللي شغاله مع داريل ويستناها في المطعم، لكن المفاجاه ان كارل بيطلع هو اللي شغال في المطعم، واتفاجئ اول ما شاف مايك قدامه، بس مايك ما بيكونش عارف لسه ان هو الخاطف وبيساله عن داريل. فكارل قال له انه ما يعرفش عنه حاجه غير انه شغال في المستشفى، وفي الوقت ده بتيجي الممرضه تقابل مايك وبيسالها عن داريل، فقالت له ان داريل ما جاش للمستشفى بقاله يومين، فطلع من جيبه ورقه وخلاها تشوفها، وقالت له ان اللي كتب الورقه دي مش دكتور ولا ليه اي علاقه بالطب. وبيبقى كارل مركز مع مايك وهو قاعد مع الممرضه وبيحاول انه يسمع كلامهم، وبيخلص مايك وبيروح يقابل كيليسي وبيقول لها ان في واحد تاني داريل بيساعده يخطف البنات، وان الادويه اللي مكتوبه في الورق ده للستات اللي بيبقوا حامل، وان اللي بيخطف البنات دول مش بيقتلهم لانهم ما بيلاقوش اي جثه ليهم. لكن كيليسي ما بتكونش مصدقاه فبيتعصب عليها، وبتتصل عليه كريستال فبيسيب كيليسي واقفه وبيمشي، وبنروح لابي اللي بتبقى بتحرض البنات انهم يهربوا من كارل ويساعدوا بعض على الهرب. لكن بريتني بتتصل بكارل وبتقوله ان ابي بتخطط على الهرب، فبيجي كارل وبيطلع كرباج وبيديه لبريتني وبيطلب منها تضرب ابي. وبيبقى مايك راح لكريستال علشان يقابلها، فبتقول له ان في بنت اسمها ايمي المجرم كان حاول يخطفها لكنها قدرت تهرب منه، فبياخد منها مايك عنوان ايمي وبيروح يقابلها وبيلاقي وشها متعور، فبتقول له ان المجرم اللي كان بيحاول يخطفها هو اللي عمل فيها كده. فسالها مايك لو كان في اي علامه مميزه يعرفوا بيها، فقالت له ان ريحته كانت بتدل على انه شغال في مطعم. بعد كده بنروح لابي اللي بتبقى قاعده تعيط وبتقول لكارل انها مش هتعمل كده تاني، فبيصدقها كارل وبيديها اكل علشان تاكل، وبيبقى داريل حاجز طياره علشان يسافر بيها بره البلد. لكن كيليسي بتعرف ان الرحله اتلغت بسبب سوء الاحوال الجويه، كمان عرفت انه قاعد مستخبي في مكان فبعتت واحد من الشرطه علشان يدور عليه. وبتبقى ابي بتمثل على كارل علشان تعرف تهرب منه وبتكشفها بريتني، فبترن الجرس على كارل علشان ينزل، فبترمي ابي الراديو جنب بريتني، ولما بيشوفها كارل وهي مشغله الراديو بيتعصب وبيفضل يضرب فيها وبيحطها جوه بير ميه وبيحط فوقها الغطا، فبتفضل ابي تتحايل عليه علشان يسيبها لكنه بيقول لها ملهاش دعوه. وبتخترع ابي حيله وبتقوله ان بريتني شغلت الراديو علشان حامل، فبيفرح كارل وبيطلع بريتني من الميه وبيحطها على السرير وبيغطيها. وبنروح لمايك اللي بيبقى قاعد مع كيليسي وبيحكي لها على ايمي، وبيجي تليفون لكيليسي انهم عرفوا مكان داريل، فبيروحوا كلهم على المكان اللي هو فيه، ولما بيدخلوا اوضته بيلاقوا ميت بالسكته القلبيه، وبيلاقوا صور للضحايا كلهم المخطوفين ومن ضمنهم صوره ابي بنت مايك. في الوقت ده الشرطه بتوصل لاوضه داريل وبيلاقوا اعضاء بشريه جوه الثلاجه، وبيبقى كارل هو اللي خطط لكل ده علشان يبعد الشبهه عنه. وبيكون كارل فرحان بابي لانها بدات تسمع كلامه، فبياخدها معاه للمطبخ وبيخليها تتعشى معاه، وبتستغل ابي وجود كارل بره المطبخ وبتاخد حته حديده من غير ما ياخد باله وبتخبيها منه. في نفس الوقت مايك بيجيله تليفون من المطعم اللي كان كلمه قبل كده، وبيقول له ان داريل ملهوش اي بيانات عندهم في المطعم، لكن المطعم بتاعها ليه فرع تاني عند داريل في المستشفى. فبيفتكر مايك الشاب اللي قابله في المطعم بتاع المستشفى وبيعرف ان هو القاتل، فجري على عربيته وطلع الملفات اللي معاه وفتش عنه ولقى ان اسمه كارل. كمان اتاكد ان هو القاتل لما افتكر كلام ايمي وهي بتقول ان ريحته كان شغال في مطعم، فركب العربيه واخد معاه كيليسي وبيجروا بسرعه علشان يروحوا على بيت كارل، وبيبلغ كيليسي المدير بتاعهم بمكان كارل وانهم يروحوا لهم بسرعه علشان هو المشتبه فيه. وبنروح لكارل اللي بيجيله تليفون من حد بيقول له ان الشرطه كشفته وانهم رايحين له على بيته دلوقتي. في الوقت ده ابي بتلاقي تليفون كارل محطوط فبتاخده وبتحاول ترن على باباه، لكن كارل بيشوفها وبيمسكها يضربها، لكنها ردت عليه وضربته بالحديده اللي كانت مخبياه في كتفه، فضربها بالقلم ونزلها القبو من تاني. وبعدها رجع قفل كل الانوار اللي في البيت وخلى البيت بقى كله ضلمه.
في نفس الوقت بيوصل مايك وكيليسي البيت كارل وبيلاقوا كله ضلمه، فبيروح كل واحد منهم لاتجاه مختلف علشان يحوطوه. وبيدخل مايك الاوضه وبيلاقي فيها صور للبنات المخطوفين كلهم. بعد كده بيدخل اوضه بيلاقي فيها حضانات اطفال وبيلاقي جواهم اطفال كتير، وبيشوف اثار دم على الارض فبيمشي وراها لحد ما بيوصل للقبو. ولما بيحاول يفتحه بيلاقيه مقفول بالقفل، لكنه لقى جهاز محطوط على الباب فشغله وبدا ينادي على بنته اللي سمعته وبدات ترد عليه. وابي قالت له ان المفتاح موجود في رقبه كارل. وقتها مايك قال لكيليسي انها تفضل مكانه وهو هيروح يدور على كارل ويجيب منه المفتاح. في نفس الوقت بتكون لورين بتولد وبتحاول ابي تساعدها علشان تولد، وبيطلع مايك للبيت من فوق علشان يدور على كارل اللي بيبقى مستخبي في فتحه في السقف. ولما بيشوف مايك بينزل بالراحه وبيمشي وراه، لكن مايك بيحس بيه. وبتبقى كيليسي في الدور اللي تحت وبتسمع صوت ضرب نار، فبتطلع فوق وبتلاقي مايك قتل كارل واخد منه المفتاح. وقتها كيليسي اخدت بندقية كارل وضربت مايك من غير ما ياخد باله، عشان نعرف وقتها ان كيليسي هي اول بنت خطفها كارل. وبتبقى شغاله معاه وهي اللي كلمته في التليفون قالت له ان الشرطه جاياله. كمان هي اللي بتكون مسحت كل بيانات العربيه من على اجهزه الشرطه وخلتهم يدوروا على مكان تاني. في الوقت ده مايك جمع كل كلامها وافتكر انها كانت بتضحك عليه، وبيشوفها وهي رايحه تطمن على كارل لكنها بتلاقيه مات. وبيحاول مايك انه يوصل للمسدس اللي جنبه، لكن كيليسي بتاخد بالها وبتبعده عنه، وبتاخد البندقية تاني وبتحاول تضربه. فبيقول لها مايك انها تسيب بنته عايشة لانها حامل، فبتضربه كيليسي بالبندقية وبيموت. وبتوصل الشرطة للمكان وبيحرروا البنات، لكنهم ما بيلاقوش ولا طفل موجود في الحضانات، وما بيقدروش يعرفوا ان كيليسي هي اللي ورا كل الجرايم اللي حصلت. وبعد فترة بتبعت كيليسي رسالة لأبي وبتقول لها انها تاخد بالها من نفسها علشان ابنها اللي في بطنها. وبتبقى كيليسي سافرت واخدت كل الاطفال معاها علشان تربيهم. وبنرجع لأبي اللي بتسمع صوت رسالة كيليسي ليها وبتستغرب ازاي عرفت انها حامل وبتسمع صوت اطفال جنبها. فبتكتشف أبي ان كيليسي هي اللي ورا كل الجرائم اللي حصلت دي. وهنا بينتهي فيلمنا النهارده. اتمنى الفيلم يعجبكم، وياريت ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وسلام.